مرحبا يا أصدقائي، رجعت لكم فيديو جديد وحلقة جديدة. اليوم يا أصدقائي طبعا راح أسوي لكم لفات حجاب مختلفة وجديدة، تقريبا يمكن نصكم ما بعرفهم، فإن شاء الله نظبط. طبعا وأسفين جدا جدا إنه قطعناكم كل تقريبا شهر. اوكي طبعا ان شاء الله هاي المرة رح نرجع لكم بقوة، بس عشان المدارس عارفين. بس هذا اوكي. والفترة الماضية كان كتير يعني كنت انا كتير تعبانة وغيثي مرض بعدي، فعشان هيك ما قدرنا ننزلكم. فاليوم رح نبلش لفات حجاب ورح استلم انا القناة طبعا. فخلينا نبلش بس دقيقة. اوكي يلا، فهلا خلينا نبلش. طبعا انا حتصيروا تقولوا لي شكلك اتحجبتي يا بيسان. لا ما تحجبت، طبعا انا لسه يعني صف رابع، ان شاء الله بسادس او خامس رح اتحجب ان شاء الله. اوكي، فاول اشي قررت اسويه اللي هو لفة عادية. اتوقع نصكم بعرفها ونصكم ما بعرفها. طبعا هي لفات نقاب، يعني هي بس لفة واحدة، فاهمين؟ لفة نقاب واحدة. هاي شعري ماشي، فهي بس لفة نقاب واحدة. كتير ناس بدهم يشتروا النقاب بس بيلاقوه كتير غالي، مثلا في ب25 وهيك. فأنا رح أورجيكي نقاب سهل هيك. أول إشي البسي قمطة. طبعا أنا لقيت هاي القمطة بس في كمان قمطات عندي لا تخافوا. فإيش بتجيبوا؟ خلينا نجيب هذا الشعر الأبيض. اوكي، طبعا أول إشي بنسويه نيجي نحمله هيك نشوف إذا كان متوازي. إذا كان متوازي يعني كويس، إذا ما كان متوازي ظبطه. اوكي اوكي هيك بنسوي الشال. بعدين بنربطه من ورا من عند الراس. اوكي بعدين بعد ما نربطه جدا كويس دقيقة. مش راضي معي. اوكي طبعا حنحاول. اوكي 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 طبعا هيك طلع النقاب معنا، بس انتو بتسووه احسن مني. تقدروا اي لون شال، مش شرط زيي. فهيك طريقة اول حجاب فاشلة، بس يلا استفدنا شوي. اوكي، والتجربة الثانية شفتها كتير اوكي فحبيت اجربها. نسوي نفس الاول بس ما حعيد كلامي. اوكي نسوي هيك، نلبسها
نحطها هيك. طبعا هاي التجربة بتحتاج دبوسين أو دبوس، ما بعرف كم. اوكي، فايش ما أتوقع إذا بتحتاج معي دبوس أو لا. بتسووا هيك. بعدين طبعا هاي من خيالي، يعني خيالي الواسع. تسووا هيك أو من أي جهة. بعدين بتقلبوها هاي هيك، هاي هيك، وهاي هيك. ممكن تخلوها هيك وممكن أو قبل بتسووا هيك. طبعا أنا بطلع كتير هون لأنه في مراي، فعشان هيك. اوكي، بدي أجيب هاد هيك أسوي. اوكي، هيك صار جاهز. بعدين الحط فوقيها. اوكي، بعدين هذا هيك. طبعا انا هذا مو شعري بس إلا شعري والله، هاي الأمطة. فبعدين من ورا تجيبوها هيك بس. اوكي، هاي هي الطريقة الأولى. اوكي، والطريقة الثانية خنقنا مش طبيعي. تلبسوا طبعا أنا عندي هاي شو اسمها القمطة الطويلة أو الشال اللي بيكون مع بعض. اوكي، اللي هو هذا الشال اللي منه واسع من تحت وضيق من فوق. اوكي، طبعا نلبسه هيك. اوكي، بتتحشوه جوا الملابس. حاسة حالي بيضة، مش عارف ليش. وبعدين نسيتوني شو بدي اعمل. بعدين بتجيبوا هاي بتجيبوا اي شال عندكم، اي شال بدكم يعني تلبسوه. تسووا هيك. بتجيبوا ربطة، بتجيبوا ربطة تسووه هذا على قد الشال الأبيض هيك. اوكي، هيك لبسناها. ماشي، كتير عجبتني. وكمان انه مثلا اني ما بحب يطلع هيك رايح مثلا مش زيارة، مثلا بنقول على البحر، وما بحب انه يبين هيك. فشو يعمل؟ اوكي، اول اشي بنفردها لورا بس. بتجيبوا الشال اللي بدكم تلبسوه، تحطوه هيك، بتغطوا هاي زي ما بدكم تغطوها، بدكم تبينوها هيك. اوكي،
لما توصلوا على البحر بتشرحوها. بس ما اتوقع انه حدا يمانع يطلع مع هيك بس انه هيك الستر يعني مستورة هيك. طبعا انا يعني مستحيل اطلع هيك على الشارع لانه ايدي مبينين، فبلبس اشي طويل بعدين بطلع. غير انه هذا طويل يعني هذا مش شال، هاي قمطة بالنسبة الي. اوكي باقي اخر طريقة هي طريقة بتحسوها انه طريقة بس بنفس الاشي نفس الوقت بتحسوها مش حلوة، بس انا بحبها حلوة يعني هيك موديل ستايلي. اوكي نرجع نلبس هاي القمطة البيضة. اوكي بعدين بنجيب هذا الشال، شال قصير طويل زي ما بدكم. اوكي نلبسه هيك او نخليه هيك مفتوح. هيك حلو، بس انا لانه سويت سريع وما زبطته فهيك احلى. اوكي وكمان اخر طريقة اللي هي مش صح بيجي بعبايات الاطفال اللي هم من عمري، يعني لو رحتوا تشتروا عباءة تلاقوا شال صغير مش طويل زي هدلاك تبعون الكبار، فايش بتسووا؟ انا كمان بحب هاي الطريقة كتير، بلبس تحتي هيك انه قصير هذا وهيك ممكن اخليه مفتوح وممكن اطعجه من هون طعجة ادخله هنا بعدين هيك ونربطه من ورا. شوفوا نص الناس بيسووه بس انا بحبه هيك. وبس اتمنى عجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا من اللايك والشير سبسكرايب، اهم شي سبسكرايب. باي.